اهلا بكم يا جماعه. الغيره هي احدى الصفات الاساسيه بالنسبه للذكور والرجاله. عشان كده هنتكلم عن الغيره بطريقه فلسفيه ومنطقيه، وبطريقه فيها قصص كتير جدا وتاريخيه بشكل منطقي وبعد فلسفي. اول حاجه، هناك بدون اي تفكير، هناك ثلاث انواع من الغيره. في الغيره النبيله، وهي الحمايه من غير قيد. دي الغيره النبيله مليون في الميه. والنوع الثاني عندك الغيره الخائفه، اللي هي حب ممزوج بالقلق. والنوع الثالث هي غيرة مرضية، اللي هي ايه؟ تملك يسمى زورا، انجاز التعبير. تملك بيتسمى بالزور شرف. ده كده تلات انواع: غيرة نبيلة، وغيرة خائفة، وغيرة مريضة. طيب، فعندي امثلة كتير جدا تاريخية على الموضوع ده. اولا عندي الغيرة، غيرة العاشق المثقف. عندي شاعر. طبعا غيرة العاشق المثقف أكبر مثال بيضربه بالذات النقطة دي في المثال ده غيرة ابن زيدون، الشاعر الأندلسي. الشاعر الأندلسي ابن زيدون كان معروف جدا بالغيرة الشديدة، فوقع في حب ولادة بنت المستكفي. هي برضه شاعرة وامرأة سياسة، يعني هي سياسية. فكان بيقعد في مجلسها رجالة كتير تلقي فيه الشعر والكلام وكده. طبعا الكلام ده فين؟ في الأندلس. فولاده بنت المستكفي كانت بتلقي شعر على خطابة عامة وهكذا. كانت مرأة جميلة جدا بمقاييس الجمال، جميلة جدا. فكان صاحبنا الشاعر ابن زيدون كان بيغير جدا عليها، لدرجة ان هو كان كتب شعر هجاء للرجال الذين يجلسون في مجالسها. شعر هجاء، يعني بيهاجمهم. ده كانت غيرة ابن زيدون، الغيرة الشديدة جدا. عندي تاني نوع من انواع الغيره، لو ان برضه في نوع تاني انواع تانية مختلفه برضه. عندك غيره السياده والشرف. غيره السياده والشرف. الغيره دي يعني قويه جدا في حته الالفا ميلز. الفا ميلز او الذكور الالفا هم ممتازوا بشده بنوع الغيره ده. فعندي مثال صارخ على كده في القرن السابع الميلادي، اللي هو وقت وجود الرسول صلى الله عليه وسلم. كان عندي سعد ابن عباده، الصحابي الشريف الجميل. سعد بن عبادة كان معروف بغيرته الشديدة جدا، لدرجة هو قال مقولة: لو رأيت رجلا مع امرأتي لا قاتلته. فراح الكلام ده راح لمين؟ سيدنا محمد. اتسأل على الكلام ده: ايه رأيك في الكلام ده يا سيدنا محمد؟ فسيدنا محمد رد على الكلام ده، قال: أتعجبون من غيرة سعد؟ لأنا أغير من سعد، والله أغير مني. حتة الغيرة على الإيه؟ على العرض وعلى النساء وهكذا. ومختلف النساء: الزوجة، الأخت، الأم، العمة، الخالة، بنت العم، بنت الخالة، ابن العم، ابن الخالة، وغير عن النساء المسلمين بشكل عام كلهم يعني. وعندي برضو نوع تاني برضو أو أنواع تانية مختلفة. عندك الغيرة المنضبطة بالقانون. الغيرة المنضبطة بالقانون. سيدنا عمر فترة خلافته الممتدة ما بين 634 ميلادية لحد 644 ميلادية. ميلادية مش هجرية، يعني هو حكم تقريبا 10 سنين. عمر بن الخطاب، سيدنا عمر، جاله احد الاشخاص بيشتكي من ان النساء بتخرج كتير، بتروح من البيت للمسجد كتير جدا، بقت زحمه يعني. ستات كتيره جدا بتروح من البيت للمسجد. فسيدنا عمر قال لك: لا، ممنوع. انا مش هقيد النساء. اللي المفروض يعمله النساء غض البصر، واللبس الفضفاض الواسع، اللي هو مش لبس محزق، وغض البصر، وعدم الكلام الكتير مع الرجال الغرب وهكذا. لكن انا مش هفرض عليهم القعاد الجبري جوه البيت. دي برضو مثال. هو ده مثال على الغيره منضبطه بس بالقانون. طبعا سيدنا عمر كان ادرى الناس بالقانون والحاجات القانونيه. كان رجل دولة محنك وقوي جدا صراحة يعني. برضو مثال تاني. مثال ايه؟ غير مثال الغيرة بتاعت السيادة والشرف، والغيرة منضبطة بالقانون، وغيرة العاشق المثقف بتاعت ابن زيدون، والولادة بنت المستكفي. عندك كمان مثال الغيرة كقانون شرف. الغيرة كقانون شرف. يعني ايه الكلام ده؟ قال لك في القرن ال17 كان في الساموراي الياباني وثقافة الساموراي.
ثقافة الساموراي عند المقاتلين اليابانيين كان بتحكم عليهم فكرة ان هم يكونوا يغيروا بشدة على اهل بيتهم، يغيروا على ان الزوجة تتعرض الى اهانة او الى تحرش او الى حاجة جنسية وهكذا. كان بيغيروا بشدة، ولكن الغيرة دي كانت غيرة قانون شرف، كقانون شرف. يعني يعني هم كساموراي في قانون كده محطوط ليهم في الساموراي، في ثقافة الساموراي بيقولوا لهم ايه، ممنوع حد من الساموراي يعتدي على اي شخص، ويجب ان هو يثبت ان مرات الساموراي تعرضت الى تحرش، يثبت الاول قدام القاضي، والقاضي يحكم. دي كانت ثقافه الشرف او قانون شرف. ان بشكل عام الساموراي ما كانتش عمليه كده، عمليه فوضى، اي واحد مثلا يتحرش بمراتك وانت تروح تقتله، لا طبعا. كان في انضباط في الساموراي، ثقافه الساموراي وشعب الساموراي او شعب الياباني بشكل عام، كان في نوع من انواع التظبيط والترابط والانضباط. فكان الساموراي كل اللي عليه ان هو يثبت ان الشخص ده اهان مراته او تحرش بمراته، والقاضي ياخد حقه من الشخص ده. وده فعلا القانون ماشي عليه دلوقتي فعلا. فدي نقطه. احب اختم بالغيره كحمايه اجتماعيه. الغيره كحمايه اجتماعيه، ونوع الغيره دي اللي هي ايه، دي موجوده اساسا ان نشأت اصلا في اواخر القرن ال19 في العالم العربي واوائل القرن ال20. ودي انا بسميها يعني غيره رجل الريف. غيره رجل الريف، مش عايز اقول الصعايده، لا رجل الريف، حتى في كل العالم العربي مش بس في مصر يعني. فغيره رجل الريف دي معروفه جدا في اوساط اللي هو رجل الريف بيحط قيود معينه على الست فوق الطبيعي، في طريقه لبسها، في الخروج بتاعها، في الرجوع بتاعها، في المشي في الشارع، في الزيارات العائليه او الزيارات الغير عائليه، في الاجتماعات والحياه الاجتماعيه وهكذا. كانت غيره بنكهه حمايه اجتماعيه. طبعا الغيره شيء جميل جدا، وانصح بيه الرجاله طبعا، حاجه مهمه جدا. انا حتى قريت مقاله، المقاله دي عنوانها تقريبا سبحان من زرع الغيره في قلوب الاطفال الذكور. يعني حتى الفطره دي فطره، ان حتى في المقاله دي كان في شخص بيسال راجل شاب كبير كده عنده 20 سنه، بيكلم طفل صغير اخوه الصغير عنده 7 سنين او 6 سنين، بيقول له تحب مراتك تشتغل؟ بيقول له ايه المشكله، انا عايز تشتغل. قال له بس انت المفروض تكون يعني المفروض الراجل هو اللي بيصرف مش البنت. قال له فالطفل بيقول له طب ما عادي، انا عايز مراتي تصرف، انا كمان معايا عشان تساعدني. الطفل بيتكلم. فالشاب الكبير بيقول له ايه، بيقول له طب خلي بالك انت كده ممكن مراتك تكلم واحد تاني في الشغل تتعامل معاه. فالطفل ده وشه احمر كده وبص له وبرق له كده، قال له ازاي الكلام ده، ما ينفعش، ده كده كأن هو متجوز مراتي مش انا متجوزها. قال له برافو عليك. فقال المقوله المشهوره دي، سبحان من زرع في فتره الطفل، في فتره الاطفال الذكور الغيره على النساء. عشان كده الغيره مهمه جدا، ولكن لا تنقلب الى غيره مرضيه، ده شيء مهم جدا.